داء الحصبة أو بوحمرون كما يسمى في المغرب يحصد عشرات الوفيات وآلاف الإصابات. الحصبة مرض شديد العدوى، سببه فيروس يستوطن في القطرات الصغيرة التي تخرج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. ينتشر بسهولة ويمكن أن يسبب مرضاً وخيماً ومضاعفات بل وحتى الموت. الأشخاص المصابون بالحصبة يسببون العدوى حتى 4 أيام على الأقل بعد ظهور الطفح الجلدي. قرابة 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين سيصابون بالعدوى بعد التعرض للفيروس. 2,500,000 حالة وفاة تقريباً كل عام قبل ظهور لقاح الحصبة عام 1963 بحسب منظمة الصحة العالمية. يمكن أن تصيب الحصبة أي شخص، ولكنها أكثر شيوعاً بين الأطفال. تصيب الجهاز التنفسي ومن ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم. في الغالب تبدأ أعراض الإصابة بعد فترة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً من التعرض للفيروس. ومن أبرز علامات المرض ظهور الطفح الجلدي على الجسم، سيلان الأنف، السعال، احمرار العينين وسيلان الدمع منهما، ظهور بقع بيضاء صغيرة على الخدين. ومعظم الوفيات الناجمة عن المرض سببها المضاعفات التي تشمل العمى، التهاب الدماغ، الإسهال الشديد والجفاف الناجم عنه، التهابات الأذن، مشاكل التنفس الحادة التي تشمل الالتهاب الرئوي. لا يوجد علاج محدد، وينبغي تقديم الرعاية لتخفيف حدة الأعراض كي يشعر المريض بالارتياح ويمنع التعرض للمضاعفات. من المهم شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقد السوائل بسبب الإسهال أو التقيؤ، وتناول أطعمة مغذية في إطار اتباع نظام غذائي صحي. الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة هي التلقيح، بالأخص تلقيح جميع الأطفال. جرعتان من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. الجرعة الأولى من لقاح MMR تعطى عند عمر 9 أشهر في البلدان التي ينتشر فيها المرض، أما الجرعة الثانية تعطى أثناء مرحلة الطفولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 شهرا، مع العلم بأن اللقاح آمن وفعال وغير مكلف.